هذه تشكيلة ريال مدريد للموسم القادم 2027. لا للأسف، هذه قائمة المغضوب عليهم، قائمة المطرودين من ريال مدريد نهاية هذا الموسم 2026. نعم، رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز غاضب جدا، وقرر عرض هؤلاء 8 لاعبين للبيع فورا. وزعيم هذه القائمة المطرود من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ الأخيرة، وهو أول المطرودين من نادي ريال مدريد إدواردو كامافينجا، وثانيهم وثالثهم داني كارفاخال وألابا قادة الفريق. يبدو أن بيريز بعد الآن قرر التصفية الشاملة الكاملة، ولا وجود بعد الآن لعامل الأعمار أو الإصابة في مشروع ريال مدريد القادم. شكرا لكم على الماضي الجميل. سيبايوس وفيران غارسيا لا حاجة لهم بعد الآن في البدلاء. أما فرانكو ماستانتونو فقد يتم ضمن صفقة تبادل أو إعارة. بالنسبة لمدافع ريال مدريد راول أسينسيو خليفة راموس سابقا، الذي لم يستطع إثبات نفسه وحجز موقعه في الفريق الأول برا. ريال مدريد وبيريز في أعتاب تغيير جذري للفريق، فهل أنتم مع هذه القرارات الجريئة؟ وهل يوجد لاعب من المطرودين كان يستحق البقاء في الفريق؟ وهل يوجد لاعب باقي في الفريق ويستحق الخروج؟ اكتبوا لي آراءكم في التعليقات.